ليه الناس بتتكلم عنك وحش رغم انك ست طيبة وكافية خيرك شرك، كافية غيرك شرك؟ فاهمة قصدي؟ مش مهم دلوقتي هي كافية ايه، كافية اللي كافية ايه، المهم ان انتي فهمتي قصدي ايه. بصي يا ستي، هو ده ليه عدة اسباب. خليني اقولك البعض من الاسباب دي، يعني او ممكن يكون كلها، بس لو سقطت حاجة بايه، لو انتي عارفاها بيكتبها لنا، يعني خلاص احنا مش اغراب. اول حاجة الفضا والفراغ. بذمتك لو هم عندهم حياة وعندهم اهداف وعندهم حياة حقيقية، هيسيبوا حياتهم دول ويجيبوا سيرتك؟ لا. الشخص اللي بيبقى عنده حياة حقيقية وعنده اهداف ومركز في نفسه وعايز يشتغل على نفسه وعنده حاجات يعملها وعنده، يعني رجال فيديوهاتي، مش هيبقى عنده وقت ان هو يجيب سيرة فلان عملت فلان، ولا هيركز ولا هياخد باله اصلا انت عملتي ايه ولا سويتي ايه، ولا انت لو ماشية قدامهم من غير راس مش هياخدوا بالهم. من كتر ما الناس اللي بيبقى دايما دماغها عندها حياة وعندها حاجات طول الوقت عايزة تعملها وعندها اهداف وعايزة تشتغل على نفسها وعندها هوايات وحاجات بتمارسها وبتحاول، وعلاقاتها الاجتماعية او العلاقات اللي في حياتها، او حتى لو ما عندهاش علاقات بس بتشتغل على نفسها وعلاقتها بنفسها كويسة ومركزة في نفسها، هي مش هتاخد بالها اصلا انت عملتي ايه، عملتي صح عملتي غلط، انت حرة، مش هتركز معاكي. فده اول سبب. تاني حاجة، تاني احتمال، الغيرة او الحقد. مش كل الناس عندها النفس الطيبة ان هي تتحمل ان الناس اللي حواليها يكون عندهم حاجة مش عندها. يعني انت ممكن يكونوا شايفين فيكي جمال، شخصية، او حتى حياتك البسيطة الهادية، او حتى الرضا اللي عندك او قناعتك عن حياتك مهما كانت في حياتك. انا شفت ناس بتحسد ده، يعني بتحسد مثلا ان حد يبقى حياته، يعني هو ما يقدرش يتحمل اللي فيها اللي الشخص ده بيمر فيه، ولكن بيحسد الرضا اللي عنده او القناعة او السلام النفسي اللي عنده. فمش كل الناس عندها النفس الطيبة ان هي تقدر تتحمل ده، فطبعا هم مش هيقولوا، يعني مش هيقولوا ده او مش هيقدروا يعبروا عن مشاعرهم بالشكل ده، فيقدروا ان هم يفرغوا ده او اللي هو عدم رضاهم او غيرتهم وحقدهم ده بشكل ان هم يتكلموا عنك بشكل سلبي، او يعني ان هم يجيبوا سيرتك بشكل وحش يعني. الشعور بالنقص. في ناس للاسف، وهم يعني كتير، ان شاء الله ما يكونوش كتير في حياتنا ولا حاجه يعني ونتخلص منهم. لو انت متابعه فيديوهاتي هتعرفي تتخلصي منهم وتحسني دايره علاقاتك يعني. ما يقدروش، لو هم يعني حاسين بنقص او حاسين ان هم عندهم حاجه ناقصه فيهم، او حاسين ان هم ما عندهمش حاجه عندك، فهم مش عايزين حد ياخد باله من الحاجات اللي عندك او الحاجه الكويسه، او ان حد يكون مبسوط بيكي او فخور بيكي او كده. فيعملوا ايه؟ يحاولوا ان هم يظهروا عيوبك، اللي هو لما مثلا حد يجيب سيرتك قدام حد بحاجه كويسه فيكي او يقول دي بتعمل كذا، يروح هم ردين اه بس دي بتعمل كذا وكذا، اه دي بس بتسوي كذا، بدل ما يشتغلوا على نفسهم والنقص اللي فيهم وعيوبهم. يحاولوا يجيبوا ابسط عيب، ما كلنا فينا عيوب، يحاولوا يجيبوا العيب اللي فيكي ويتكلموا عنه ويكبروه ويعرضوه اكن ويعملوا فاهم عليه تركيز وفوكس جامد قوي، عشان يحاولوا ان هم يخبوا في العيب ده، يخبوا ورا ده المميزات اللي فيكي. مع ان هم، يعني وده بيجي من الاحساس بالنقص، مع ان هم المفروض بدل ما يعملوا كده ركزي في نفسك، كلنا فينا عيوب. انت لو ركزتي في نفسك وبطلتي حتى تجيبي سيره الناس، تمام، ما هو ده عيب. كان زمان مكانك احسن، يعني في مكان تاني احسن من هنا بكتير. فمن ضمن الاسباب ان هم ممكن يكونوا حاسين بالنقص، فبالتالي بيحاولوا ان هم يظهروا للناس العيوب اللي فيكم بدل ما ان هو يشتغلوا على نفسهم. الفضول المريض. في ناس الفضول بيقتلها، لو ما عندهاش معلومات كافية عنك او عن حياتك عشان يريحوا نفسهم ويسكنوا نفسهم ويسكنوا فضولهم، هتلاقيهم بيختلقوا قصص، اللي هو الشخص او الست، اللي هو في ناس تقعدي معاهم، هي بتعمل كذا، طب انت تعرفوا عنها مش عارفه كذا، لا مش عارفه، بص دي تلاقيها بتعمل كذا، دي تلاقيها تسوي كذا، هي يعني جابت منين، فهو عشان هي مش عارفه عنك حاجه، مش عارفه تقعد على اساسه،
وفي ناس دي بالنسبه لها حاجه مهمه، يعني هو حياتها فاضيه والفضول بيبقى قاتلها، فهي شغلتها في الدنيا انها تقعد على اساسه في كل حاجه. فهي ما عرفتش تقعد على اساسه كويس، وما عرفتش تجيب اصل القصه، وما عرفتش فاهم تعمل زيك او ايا كان. فهتعمل ايه؟ هتبتدي بقى تألف قصص غير واقعية وتصدقها عشان تسكن بيها نفسها او مرضها النفسي ده او فضولها المريض، وتبتدي ان هي تنشر القصص ويتداولوها وكأن ده عادي. وندخل بقى في قصة بقى ايه، يعني انه ممكن يجي منه اللي هو قصف محصنات، نجيب سيرة الناس بالوحش، نتخيل نتوقع، او زي الناس مثلا اللي ما بتعرفش ان هي تعمل حاجة او ما تقدرش او حاسة ان هي امكانياتها محدودة، فلما تشوف حد عنده فلوس كتير قوي او ربنا رزقه او ربنا فتح عليه او اجتهد، بدل ما تقول مثلا ربنا يزيده او زي ما اديته يدينا، يبص ليه ده تلاقيه بيعمل كذا، ده تلاقيه بيتاجر في كذا، ده تلاقيه فالفضول المريض اشكال والوان، وهتشوفيه في حياتك كتير قوي. فهو زي ما قلت لك اللي هو ما عرفوش يسكنوا او يعرفوا اصل حكايه كل حاجه ويقعدوا على اساسه كما يقال، هيبتدوا ان هم يالفوا عنك قصص غير واقعيه عشان يسكنوا بيها نفسهم وفضولهم. الاختلاف، في ناس مع الاسف لو انت ما بتعمليش زيهم، يعني مختلفه في شكلك في فكرك في اسلوب حياتك، بتعملي حاجه هم مش بيعملوها، ففي ناس الاختلاف بيرعبهم. فانت مش عايزه تبقي تعملي زينا، احنا بقى صح احنا غلط، اللي انت بتعمليه صح، اللي انت بتعمليه ده غلط، اللي انت بتعمليه ده يرضي ربنا او ما يرضيش ربنا. آه، ايا كان، في ناس هم العرف بتاعهم او قانونهم او دينهم اللي هو العرف، او الناس بتعمل ايه، او القطيع عموما بيعملوا ايه. فانت طلعتي كده مختلفه، هتعملي حاجه مختلفه، او ان انت بتفكري مش زيهم، او ايا كان بقى في دراسه، في شغل، في جواز، في ايا كان اللي انت بتعمليه. ففي ناس الاختلاف بيرعبهم، حتى لو اللي هم بيبقوا بيخافوا ان انت مثلا اللي انت تعمليه ده ينجح، فبالتالي انت اثبتت لهم ان هم فشلهم، انت كده يعني بينت لهم او ركزتي قوي على فشلهم. او حتى لو مش خايفين ان انت تنجحي، تعالي خليكي معانا، اللي هو انت ليه تبقي مختلفه، ليه تعملي حاجه مش زينا. ففي ناس فعلا الاختلاف بيرعبهم، حتى هم يكونوا مثلا بالنسبه لهم الاختلاف بيرعبهم دي حاجه مجهول، هم مش عارفين هم بيرعبهم ليه، هم مش عارفين سبب الخوف ليه. المهم ان هم عايزين يجيبوكي وتبقي زيهم وتبقي شبههم، وما ينفعش ان انت تعملي حاجه مختلفه عن الناس او عن القطيع لمجرد بس فكره ان انت مختلفه يعني. طب وده معناه ايه؟ ده معناه عدة احتمالات، انا مش بقول ان هي دي كل الاحتمالات، بس هي دي بعض الاحتمالات. ان انت ملفتة قوي، ملفتة للنظر، ما هو الناس مش هتتكلم عن حد الا وهو ملفت، يعني سواء بالحلو او بالوحش، فانت بالنسبة لهم ملفتة ومؤثرة، فبالتالي ان هم بيتكلموا عنك. تاني احتمال انك بتعملي حاجة صح، فبالتالي نجاحهم ده بيخوفك، او هم شايفين بوادر او احتمال ان انت تنجحي او تمشي صح، فانت كده مرعبة، اللي هو هي خرجت من القطيع ونجحت واحتمال ان هي تنجح. طب ما هي كده احنا ما عملناش زيها ليه؟ طب ما هو بقى ايا كان بقى اسبابهم، هم مكسرين، هم مش واخدين بالهم، هم ما عملوش مثلا ليه، هم ليه ما طلعوش حاجة، ما طلعوش فكرة او ايا كان. فاحتمال يكونوا هم شايفين بوادر ان انت فعلا صح، او ان انت فعلا هتنجحي، او انت فعلا هتوصلي. لا تعالي بقى نجيبك نكلبشك عشان ما تعمليش اي حاجة وما تحسسناش بالنقص اللي فينا. ثالث احتمال ان هم يكونوا بيسقطوا مشاكلهم عليك، يعني هم شايفين مشاكلهم او النقص اللي عندهم ده فيهم، فانت كل ما بتعملي حاجه او مهما كانت الحاجه دي بسيطه قوي، كل ما بتبين لهم النقص او الحاجه اللي هم محرومين منها او مش عارفين يوصلوا لها او مش موجوده في حياتهم، او هم نفسهم ياخدوها او مكسلين يعملوها. فانت بتوريهم ان هم بتبين لهم ان العيب فيهم، مش في الظروف، مش في الحياه المحيطه، العيب فيهم هم. طيب هتتعاملي مع الموضوع ده ازاي؟ شوفي كل فيديوهاتي، ده اول حاجه، والله ده ما اعلان لفيديوهاتي، بس انت فايتك كتير لو ما شفتيش كل فيديوهاتي. اول حاجه التجاهل، يعني تجاهلي، ما تضيعيش طاقتك وتبذلي، يعني تحرقي زي ما بيقولوا تحرقي جايز، او تحرقي من نفسك او من طاقتك. لا وفري طاقتك في ان انت تكملي في اللي انت فيه، او تعملي فيديو توصلي للنتيجه، يعني ان انت جربتي بقى ايا كان بقى تنجحي او ايا كان، لو لا قدر الله تفشلي اديكي جربتي، يعني قلت شرف التجربه. فكملي في حياتك واشتغلي على نفسك وركزي على نفسك، فتجاهلي تماما ولا اكنك سمعتي ولا اكنك بيقولوا، عشان ما تعرضهاش، يعني الدنيا ما توسعش وفعلا تبقى انت اكنك بتثبتي الكلام ده على نفسك، او اللي انت لا عادي ما تهتميش وما ترديش. وطالما ما اتقالش في وشك
يعني انا قلت لك قبل كده الكلام لما يتقال في وشك المفروض بتردي ازاي لو هو هيأثر، يعني في فيديو للموضوع ده لوحده. طالما ما اتقالش في وشك خلاص اكنه ما اتقالش ولا اكنه موجود. حاولي ان انت ترفعي طاقتك انت، بدل ما تركزي في دي قالت ودي عملت ودي سوت وتقعدي بابا ليه بيعملوا كده، لا ما تعمليش كده. حاولي انت تركزي في نفسك، تشتغلي على نفسك، تطوري في نفسك اكتر، تعملي حاجات بتحبيها، تقعدي مع ناس بتحبيها، غيري الدايره بتاعتك، خليكي ان انت فاهم مقربه من الناس اللي بتدعمك اللي بتحبك اللي انت بتكوني مبسوطه معاهم. لان يعني احنا هنعيش كام 60 70 سنه 30 40 سنه، فمش هنضيعهم في دي قالت ودي عملت ودي سوت، لا نضيعيهم في ان انت تنبسطي، تطوري من نفسك اكتر، تصلي رحمك، تقعدي مع الناس اللي انت بتحبيهم، تحسني علاقتك باهلك، بشريك حياتك، بمامتك، بوالدتك، باخواتك، تعملي دايره صحاب، تتعرفي على ناس جديده بدل الناس اللي مش عايزه اقول لك اللي ايه. يعني انت حاولي ان انت تختاري الدايره بتاعتك بحكمه، يعني مش ملهاش لازمه اللمه الكدابه او الناس الكتير اللي هو، او ماشي لو هم ناس كتير وانت شايفه ان هم تاثيرهم ايجابي على حياتك تمام. انا بتكلمش عن صله الرحم ولا الاب والام ولا الشريك ولا الابناء، اكيد انا بتكلم على الصحاب او الناس اللي احنا نقدر نختار وجودهم في حياتنا. اللمه الكدابه لو اللي هو لو ناس مثلا هم ما لهمش تاثير في حياتك، مش صحاب حقيقيين، بالعكس انت طول الوقت محتاجه تبذلي مجهود عشان تحافظي عليهم وعشان تحافظي على وجودهم عشان ما يتكلموش عنك وحش، وان هم مثلا ما يشوفوش حاجه حقيقيه في حياتك، او تبقي طول الوقت خجلانه ان انت توريهم حقيقة، يعني يعرفوا عنك حاجه فبالتالي ان هم يتكلموا عنك. لا حاولي ان انت تشيلي الناس دي من حياتك، او لو مضطره تتعاملي معاهم قوي فاللي هو التحجمي اللي هو زمايل شغل او زمايل دراسه. حاولي ان انت يعني ممكن تبقى حياتك فيها 2 3 بس اصدقاء حقيقيين فعلا، ناس انت ما تخافيش ان انت، ده مش معناه انا بقولك افتحي كل خصوصياتك وكل حياتك للثلاثه الاربعه دول، لا انا بس بقولك لو بالصدفه الظروف حكمت ان هم يعرفوا عنك حاجه انت بتخجلي منها او حاجه مثلا في عيب ما يستخدموش ده ضدك، ما يستخدموش اخطائك ضدك، ما يستخدموش عيوبك ضدك، ما يستخدموش مستواك الاجتماعي او عيشتك ضدك. لا اللي هو مش معناه ان انا بقولك شاركي كل حاجه وافتحي خصوصياتك وان انت تتعري بقى كل حاجه كل الناس تعرف عنك كل حاجه، او الثلاثه الاربعه دول يعرفوا عنك كل حاجه. انا بقولك بس ما تخجليش، ما تحسيش ان طول الوقت تحت ضغط او مرعوبه ان هم يعرفوا حقيقتك او يعرفوا حياتك على حياتك او يعرفوا عيوبك او فاهمه قصدي. ده ملوش علاقه، انت بتشتغليش على عيوبك او ان انت تحسني علاقه، فاهمه انت المفروض تكون كبرتي وان انت متابعاني وعارفه كل فيديوهاتي، ففاهمه انا النقطه اللي انا بتكلم فيها كويس دي، او ان انا بحددها اللي هو 2 3 يبقوا فعلا اصدقاء حقيقيين، مش لما كدابه، مش ناس اللي هو يلا عشان، فاهمه قصدي. اثبتي نفسك بانجازاتك، يعني الكلام هيتنسي انت تعرفي، وده عن تجربتي وتجربه ناس كتير من قريبين مني. الناس اللي بتقعد تتكلم 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 دي، انت اول ما هتعملي حاجه كويسه او اول ما هتنجحي او هتوصلي للحاجه اللي انت عايزاها او توصلي لنتيجه، اول ناس هيجروا يقولوا لكل الناس، وده عن تجربه قد احنا اللي كنا بندعمها، احنا طول الوقت مش عارفه ايه، ده انا اللي لحم كتافها من خيري. هم الناس دول هم اللي هيجوا يسالوك انت عملتي كده ازاي، طب ايه الكواليس، ايه اللي مش عارفه ايه. فالكلام السلبي هيتنسي، لكن اللي هيفتكر وهيسيء اللي هيفضل موجود والناس هتفتكره وهيسيب علامه هو الانجاز او اشتغالك على نفسك او اي حاجه. الانجاز ان انت مثلا اشتغلتي على نفسك، على بشرتك، على شعرك، على جسمك، او ان انت مثلا قريتي كتب او خدتي شهاده معينه او فتحتي مشروع ونجح. فكره الانجازات دي وفكره ال الاهداف دي حاجه نسبيه ما بين، انا حاسه ان انا بفضفض زياده عن اللزوم ودخلت في موضوع تاني. المهم ايا كان الانجاز او الحاجه اللي الناس بتتكلم عنك وحش فيها او بتسخر، هو الانجاز هو اللي هيعلم. فما تهتميش بالكلام، الكلام بيتنسي. وحتى ابسط دليل على الموضوع ده ان كل شويه يطلع ترند عن حد والحد ده الناس تقعد تشتم وبعد كده الموضوع يتنسي وبعد كده يرجع يحمل حاجه الناس تقعد تشكر فيه بعد كده، فاهمه قصدي. فالكلام بيتنسي وما بيعيش وبيموت، لكن اللي بيفضل معلم فعلا ومعلم مع الناس ساعتها هيجوا كلهم فاهم يسقفوا ويعملوا اكنهم كانوا بيدعموك من اول يوم في حياتك، هما الناس اللي اتكلموا عليكي. اخر نقطه، الناس مش بتبطل كلام، الناس الفاضيه كتير، الناس اللي ما عندهاش حياه حقيقيه كتير. فانتي ما تركزيش، لو ركزتي وعيشتي حياتك زي ما الناس عايزه مش هتعرفي تعيشي، وفي الاخر مش هتعرفي ترضي برضو كل الناس، حتى ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين الناس ما اتفقتش عليه. فان
انت مش مضطره تماما تخلي الناس كلها تتفق عليكي وعلى افعالك، ولا تتماشي مع ده وتتماشي مع ده. ولو فضلتي مثلا عليهم معاهم ومع كل موجه شويه، هتلاقي نفسك انت بتتوهي من مبادئك، بتتوهي من نفسك، انت حتى مش عارفه البوصله بتاعتك الحقيقيه، ومش عارفه تعيشي حياتك زي ما انت عايزاها. فعيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، المناسبه مع مبادئك وعقيدتك ودماغك، الحاجه بالشكل اللي يريحك انت، بالشكل اللي يتناسب معاكي ومع مع اخلاقك، مع مبادئك، مع ضميرك انت. بصي قدامك، ما تركزيش مع كلام الناس. نفس الناس دي اللي اتكلمت عليكي ممكن بكره تيجي تبص ليها بتمدح فيكي او بتشكر فيكي لمجرد انت عملتي حاجه هم ما عرفوش يعملوها، او ان هم خلاص مش هيقدروا يخبوا او يداروا النجاح ده. خلاص اللي هو الموضوع بقى باين زي الشمس، احنا مش هينفع ان احنا نتكلم عنها. فعيشي حياتك وركزي في نفسك. واخيرا وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب، واعملي شير لاكتر عدد انت حد ممكن ان هو يستفاد من الفيديو ده، عشان انا اقدر اكمل وعشان احس بدعمك ليا. وشكرا، احب اشكر كل البنات اللي بتكتب لي كومنت كويسه. انا فعلا بدعي لكم من قلبي ان انت ضيعتي من وقتك، او مش ضيعتي من وقتك، ان انت قدرتي ان انت تهديني من وقتك، يعني تديني هديه ان انت تكتبي لي كومنت ان هو يساعدني. بالنسبه بقى للناس التانية اللي بتدخل تكتب كومنتس بشكل وقح او كده، انا مش برد عليكم عشان او انا بمسح الكومنت، بس انا بمسح الكومنت عشان انا مش عايزه اضايق حد تاني، او مش حاسه ان انا مضطره ان انا اضيع طاقه ان انا اثبت لك حاجه او اعمل لك حاجه. فانت ايا كان الوضع اللي هتكتب لي كومنت كويس، متشكره ليكي جدا. انا فعلا بدعي لك ان انت اسعدتيني واسعدتي كل حد شاف الكومنت، ما لوثتيش عيني او ما لوثتيش طاقتي بكلام وقح. وللناس اللي هي فاكره ان هي مستخبيه ورا شاشه وبتتكلم وبتقعد تكتب كلام بالشكل اللي انا شفته ده او بالوقاحه دي، انت كده كده بمسح الكومنت، ما بكمل يومي عادي. انا بس انت اللي بتضيعي من طاقتك، وانا مش فاهمه انت اللي هو ما علينا يعني. وصلنا لنهايه الفيديو، مع السلامه، شكرا.